ولو انت مفكر ان انت الوحيد اللي مظلوم منه فاسمع. يعني ايه؟ مش لازم انا اللي اقولك، ترجم نفسك صح. يعني ايه الكلام ده؟ الكفاية مش هتنفع. لا. لا. انا فين؟ وايه اللي حصل لي؟ تعال اما احكيلك. يا رب تعدي على خير. اصل الراجل ده شكله مش سهل. ولا احنا كمان. انت رايح فين يا عمور؟ انا رايح حارة الوديان. بس ليه؟ الواد ده مش هيعدي. وانت مين يعني يا حتة طور عشان تمنعني؟ انت بتقول على فولكانو طار؟ ابدالة. يبقى انت اللي جبته لنفسك. مع السلامة. اظن فشلت. يبقى انت اللي طلبت كده. هتوحشني يا فولكانو. فندق. محدش يلعب مع فولكانو. يا لهوي، وانا هقدر اشيلهم الاتنين؟ بس لحظة واحدة، نجيب فايز يساعدني. اخلص يا زفت الطين. زفت الطين ولا زفت البيرك؟ ابو تقل دم امك يا شيخ. دم امي ولا دم ابويا؟ طب يلا يا ابني. طب اخلص يلا تعالى على الموقع ده. طب فين يا عم الموقع؟ اهو يا عم بعته. خلاص بس هفتستيك. طيب يلا هو. عيل ابني. بس كده يا سيدي. وربنا الجبار ده ما هيطلع عليه نهار هو ورجالته. لا ما تخافش، ما انا وبندق خلصنا عليهم. بس هو الراس الكبيرة ده قتل ابويا. يا حبيبي انت بتستعبط ياض. امال مين اللي رنيت عليه من 5 دقايق ده؟ ولا انت ليك اب تاني غير مار؟ ده شكله كان كابوس زبالة، بس مش هزبل منك الصراحة. انت بتستعبط ولا ايه؟ انا مفيش حد في الكون ده ازبل مني. تصدق بالله ده البق الوحيد اصلا اللي انت قلته صح. ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. تصدق بالله الله يلعنك ويلعن المايك بتاعك ويلعن ابو الشارع اللي شفتك فيه، لا ابو اليوم اللي شفتك فيه، لا ابو السنة اللي شفتك فيها، لا ابو الشهر اللي شفتك فيه. ما بحبش ورب وش فقر. الله يلعن اشكالكم، اشكال فاسكة. الله يلعن اشكالكم، اشكال فاسكة. فاسكة ولا ماسكة؟
ولا نكتب غالجة؟ لا كله الا الحته دي. ده انت سليلة ابوك سودا. يا عم انت بقى ركز معايا يا حبيبي، الموضوع بسيط. بسيط ازاي يا عم؟ انت ما تستعبطش. انا عندي واحد يجيب لنا كل كبيرة وصغيرة عن الجبار. وهو مين ده؟ واحد كنت مصاحبه زمان. واقول لك على حاجة، ممكن كمان يقول لك الجبار اتولد فين واسم ابوه وامه. يا عم اخيرا في التاني لو يوم في حياتك. عيب عليك يو، انا غني عن التعريف. حوري اسود؟ غني عن مين يا ابن عم عوض العرباجي انت؟ ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. حوري اسود؟ انت من مدينة ياض وانا معرفش. ياض فوق ياض. عارف. انا من ماتشنشي. ماتشنشي؟ ياض فوق ياض. هي ايوه حارة الوديان حلوة، بس ما تستعبطش عليا ياض. خلاص يا عم خلاص. انا من التكمع. انت من التكمع؟ انا لما بضربك برجع في الاخر اعرف ان انا عندي حق، لان الصراحة انت عايز ضرب النار. يعني ضرب الجزم دي الصراحة ما تنفعش معاك ياض. انت كل شوية ياض لما تركب الحنطور بتاعك وتقع من عليه ياض. المهم مين بقى الواد ده؟ ده واحد قبل ما حارة الوديان كان معرفة، يعني كان اسمه جينيا. جينيا؟ والنعمة شكله عرباجي زيك. انا عرباجي؟ بس يا يور لاف، انا طول حياتي بركب مرسيدس وبمسك ايفون. امال بقى لو ما كانش تليفون مضروب كنا هنعمل ايه؟ يا عم خلاص، ده ب3000 جنيه يعني. هو مش ده برضو كان ابو 150,000 جنيه؟ ده كنت بس عايز اعمل نمرة. وعايز تعمل نمرة على مين؟ ما احنا كلنا حالنا من حال بعض. الواد منام، عايز تعمل عليه نمرة ليه؟ واد ابو معاه املاك وفلوس قد كده ابن اللذينه، ومعاه ايه؟ واحد من ابو تفاحة الاصلي. يخرب بيت ام الفلوس اللي معاه. الواد ده ملياردير يا جدع، ما يدينا شويه من فلوسه دي يا عم. كمل وايه كمان؟ بيتهم ده طرش يا لهوي. ده بيتنا بالنسبه لبيتهم زريبه. وايه كمان؟ وايه يا لهوي؟ بيتهم من جوه ايه ياض قصر. كمل وايه كمان؟ ياه، ده بياخد مصروف في اليوم 200 جنيه يا ابني. حواري اسود. انت هنا من امتى؟ من ساعة الواد اللي اسمه جينيا. خلاص والنبي. ماشي بس يلا عشان نروح للواد ده. هتتقابلوا امتى وفين؟ هنتقابل النهارده الساعة 8، وهنتقابل في أخدود صغير في وادي السافانا. وادي السافانا؟ الحق يا سيادة الجبار. اثبت مكانك يا لا سيب، ده جاسوس حارة الوديان. ماشي خش يا. انا عملت لك ايه يا مفتري؟ انت اول مرة تخلص يا. يا سيادة الجبار لقيت قبو احمس. لا انت عفريت، لقيتها فين يا؟ ايه طبطبة يا سيادة الجبار؟ فين طيبة دي يا طفاش؟ يعني ما تعرفهاش يا سيادة الجبار؟ لا ما اعرفهاش، ده عاصمة مصر القديمة واسمها حاليا الأقصر. طب خد 5000 راجل واطلع على طيبة يا طفاش. عمرك يا سيادة الجبار. وانت يا راجل؟ عمرك يا سيادة الجبار. تطلع على حارة الوديان مع 2000 راجل و4 طيارات وشايلهم السلاح التقيل كله. عمرك يا سيادة الجبار. يلا امشي كلكم. عمرك يا سيادة الجبار. يا عم انت جبت مين معانا؟ لا مفيش، ده واحد كده بس كان عايز يقول، وانا اقول له يعني الحقيقة. اصبر بس دقيقتين يا عم. ماشي
انا باشا، انا الباشا، انا ابو بشوات العالم، انا مفيش مني اتنين، انا المطرشة. نهاري اسود، هو ايه المطرقة؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ حبيبي انت هنا في الساحل. الساحل مين يا ابني؟ ما تشتمش، انا ابويا الله يرحمه سايب لي ورث مش مع حد في العالم ده، سايب لي 55 مصنع رخام، ده غير بقى الاراضي اللي سايبها لي. ده انا ابويا كان اكبر تاجر رخام في المنطقه كلها. يا عم غور، ده انا ياد دخلت معاك 1000 مشروع ولا مشروع فيهم نجح. انا معايا ثروه مش مع حد، والكلام ده مش هتعرفه النهارده، لا هتعرفه بكره. يا عم عادي، ما انا ابويا تاجر بترول كبير قد الدنيا. بترول مين؟ قصدك غاز من الانبوبه. وانا لينا فخر، عندنا اكبر بيت في حاره الوديان كلها، والشهاده الامر الله. طب على كده انا ابويا تاجر ايه؟ ابوك تاجر؟ حبيبي انت وعيلتك كلها اصلا عايشين على فلوس جدك اللي كان بيتاجر من جده الايه يا ربي، ايوه من ايام جدك ال55، وانتوا لسه عايشين على الفلوس دي. حسبنا الله ونعم الوكيل، أهكذا يعاملون الفقراء الأغنياء. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولن أسامحكم إلى يوم الدين أيها الكلاب. عندما يتملك الكلب المال يعتقد نفسه مثل الضرغام، مع إنه مثل الفار الكبير. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. احنا طلعنا ناس وحشاوي. الأغنياء ناس وحشة، والفقراء ناس زبالة، ومتوسطين الحال حاسدين المال. وانا افورت مش صح؟ بص انت عديتها من زمان، انت تخلفت دلوقتي. ايه ده بجد؟ اما بس انت عايز تقتل ابنك؟ هقتله عشان المشاكل دي هتموتنا كلنا. يا عم مرة كده المشاكل دي كانت جاية، ما هم ياما هجموا. بس الجبار عمره ما اتحرك، عشان كده دايما كنا بنهزمه، انما دلوقتي هو وقعني في مشاكل انا مش قدها. بس ابنك اصلا ما عملش مشاكل معاهم، يعني هما اللي بدأوا اصلا المشاكل الاول. سيبني، انا لقيت حل للمشكلة. انا عندي واحد اعرفه في وادي السوانح هيقول لي على كل حاجة، هيقول لي كمان على حل المشكلة. وادي ايه؟ عارف بس ما تخافش، هيدينا مكان امان الجبار ورجالته ما يعرفوهوش. ماشي. احنا كده كنا هنواجه الجبار. ما هي دي المشكلة. وكمان يعني ابنك ما هوش السبب، هما اللي دبوا خناقة كبيرة معاهم، هما والواد منامة وضربوه طلق. ماشي، بس لازم نأمن حدود حارة الوديان. يا عم مارو ده مش سبب، وادي السفان اكتر من 4 مليون كيلومتر مربع، يعني مساحته شاسعة بمعنى الكلمة. ايوه دي بقى مشكلة. اهو صاحبي ده اللي هيحللنا المشكلة. ماشي، بس يكون حد ثقة. عيب، ثقة جدا، بس يلا بينا. يح يا نهار اسود على الجو. انت ياض يا ابن ابوك ينصب عليا ياض ويدينا عربية بايظة. انا مال ابويا انا؟ مال ابوك ان انت ابني يا بعيد ده مش عارف اقول ايه، بس هي ساحت. يا عم طب ما انا عارف ان هي ما كانتش هتكمل. عم صبحي كان عنده توصيله في الخليج وساب التريلا دي، فانا بقى طلبت منه ان هو يسيبها لي هنا عشان احتاجها. انت شكلك كداب ياض. هات يا خرع هات. استنى يا الظهر اتقطم. دي غلطة ابوك مش غلطتي، وكمان الباب قدامك اهو. اخيرا
ده انا ظهري لا خلاص. يا عم اتنيل امشي. اوكي. يا ابن العبيطة خشوا يلا. وانت يا غبي انت اركن الفيسبوك. اوكي يلا بينا. اشكال غبية. كنت عايز اعرفك بنفسي. مار، نسبك لنسب كبير حارة الوديان، الاسم 50. وعارف طلباتكم. استنى هسمعك الحكاية. جبار الوادي من أقوى قوات الكون، وكل اللي بيسمع اسمه كان بيهرب فوري، وكان رعب شديد للعالم كله وبالذات كوكب الإكس فورس. إن جبار الوادي سحب كل قواته وجيوشه وأطفال وشعب. وجبار الوادي كان ابن الملك خامودي آخر ملوك الهكسوس في مصر. وهو الجبار كان هدفه واحد: قبض وادي الملوك المختفي من سنين السنين. واللي خفى قبو وادي الملوك كان الملك سكن الرعد، وبعديها تم بناء قبو تاني واللي بناه الفاتح الأعظم قاهر الهكسوس، واللي لحد الآن مش بيطيقوا يسمعوا اسمه الملك أحمس الأول. وكان جبار الوادي بيكره يسمع اسمه لأنه عمل فيه اللي ما يتعملش. وقتل الملك خامودي في معركة التحرير. والجبار قعد يجي 3000 سنة يبني في أعظم حضارة، أعظم إمبراطورية في التاريخ، وبعدد جيوشها مملكة الدايموند دراكون إكس، لسه آخر إمبراطورية في الكون. دي بقى كل القصة. في واحد عايز يقابلكم. اتفضل. هو انت؟ لا Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround